كم واحد فينا شاف الادجكتيفز دي بنفس الشكل ده؟ ساعات بشوف الادجكتيفز اخرها اي دي وساعات بشوفها اخرها اي ان جي. يا ترى فكرتوا كده هو ايه الاختلاف اللي ما بينهم؟ تعالوا في فيديو النهارده هقول لك الديفرنس اللي ما بينهم. لما تلاقي الادجكتيف اخرها اي دي تعرف وتكون واثق انك بتتكلم عن شعور، الشعور بتاع الشخص نفسه. يبقى لما تكون بتتكلم عن شعور هوصف الصفه وتكون اخرها اي دي. يعني فور اكزامبل لو قلت لك I am bored، انا هنا بوصف شعوري انا، الشعور لما اجي اوصف الشعور الصفه تكون اخرها اي دي. زي ايه؟ زي bored، interested، tired، annoyed، amazed. خليك واثق ادام لقيت الصفه اخرها اي دي يبقى بتوصف الشعور. تتكلم عن شعورك الصفه اخرها اي دي. لو انا بقى هتكلم عن المؤثر اللي اثر عليا الصفه تكون اخرها اي ان جي. وخد بالك المؤثر ممكن يكون شخص وممكن يكون شيء، يعني مش شرط ان المؤثر يكون شيء بس، اللي اثر عليا المؤثر نفسه الصفه بتاعته اخرها اي ان جي. فور اكزامبل هنحط كده مثالين. لو قلت لك I am bored انا كده حاسه بملل، وصفت شعوري الشخصي. طب لو جيت قلت لك the movie الفيلم was boring الفيلم كان ممل، انا بتكلم هنا عن نفسي ولا عن الموفي؟ لا عن الموفي، عن الفيلم. فالفيلم هنا مؤثر عليا فانا بتكلم عن المؤثر يبقى صفته اخرها اي ان جي. زي boring، interesting، tiring، annoying، amazing. يبقى تاني كده نجيب من الاول. تتكلم عن شعورك توصف شعورك الشخصي او الشعور عامة الصفة بتاعته اخرها اي دي. هتكلم عن مؤثر ايا كان هو شخص ولا شيء الصفة بتاعته تكون اخرها اي ان جي.